الزمرد واحد من اهم الاحجار الكريمه. لما بنلاقي حاجه مفيش منها اتنين وفي ندره فيها شديده بنقول عليها الماس او زمرد، وده برضو موجود في العقارات. مهم جدا نلاقي مشروع زي الماس وزي الزمرد نقدر نستثمر فيه واحنا مطمنين، يكون في منطقه شغاله بالفعل او تشغيلها قريب، وتقدر تتملك وحدتك وانت مطمن ان هي بمجرد ما تستلمها تقدر تشغلها وتبقى ضامن ايجارها. لازم يكون مشروع فيري يونيك، لازم يكون عنده استشاري هندسي قوي جدا زي الاستشاري محمد طلعت اللي عمل مسجد مصر. حضرتك ترشح لي ايه يا باشمهندس؟ ارشح لك مشروع نازل بقوه كبيره جدا في منطقه الام يو 23، بيخدم على 250 الف نسمه في منطقه شغاله بالفعل. مشروع نزل اسمه ستون كابيتال تابع لشركه ايمرالد. طيب اهم حاجه تضمن العميل حقه هي ايه؟ يضمن لك حقك هو عقدك. اول حاجه ضمنوا لك ان هم يشغلوا من دي 1، ففي ايجار الزامي في عقدهم، ولو ما شغلوش يبقى توقف اقساط، وفي شروط جزائيه مجحفه على شركه الاداره اللي هي ام ار بي وعلى شركه ايمرالد لو ما شغلوش. يعني الناس دي ضامنين تشغيلهم بنسبه 100%. الجميل المشروع ده جمع عوامل النجاح كلها في مشروع واحد. يعني النهارده عندنا استشاري قوي على محور رئيسي المشروع، على محور الامل، طريق رئيسي بيدخلنا من طريق السويس على العاصمه الاداريه الجديده، بيوصلنا للبرج الايقوني اللي قدام حضراتكم، واحنا على دائري العاصمه الاداريه الجديده. فالنهارده انت ضامن نجاح مشروعك. خلي بال حضراتكم، وانا قلت لكم المشروع ده زي الزمرد او الالماس، لان فعلا قليل جدا وصعب جدا على اي شركه تطلع مشروعها بالقوه دي يكون فيه كل عوامل النجاح اللي انا بتكلم عنها دي. هنا كمستثمر انت كل حاجه محتاجها هتلاقيها في المشروع ده. نصيحتي ليك تستغل الفرصه اللي احنا طرحينها دلوقتي وما تستناش، لان هي في صفر السهم السعري في منطقه شغاله بالفعل. والنهارده بنتكلم عن شركه بتفكر في عملها كويس من اول العقد لغايه التشغيل، الا وهي شركه ايمرالد. دايما انا مع حضراتكم، اي حد بره مصر حابب ياخد خطوته وهو مطمن وهو في مكانه بيتواصل معايا على الرقم موجود قدامك على الشاشه على الواتساب، وهساعده باذن الله يوصل لاعلى قيمه مقابل سعر. لو حضرتك حابب تاخد خطوتك باذن الله، اي حد يجي لي من الفيديو ده ليه دراسه جدوى مني انا شخصيا مجانيه بنسبه 100%، غير ان هكون معاه في التفاصيل الهندسيه والتفاصيل القانونيه كمان. في انتظار تواصلكم. دمتم مستثمرين ناجحين. شكرا لكم.